الإنسان عموما تركيبة من الصفات الإنسانية، ومع الدنيا والأيام والخبرات صفات بتغلب على صفات تانية. بس في صفة بقى دايما كده الكلام عليها فيه حساسية كبير جدا، وهي فكرة الطيبة. دايما بنشوف ان الطيب ده عنده مشاكل كتير كده، وانه لازم بقى يتقرص قوي من الدنيا عشان يعرف ان الطيبة دي ما بتاكلش عيش. بصراحة الكلام ده انا مش معاه قلبا وقالبا، لانه ما ينفعش ابدا الشخص اللي عنده لين في قلبه والشخص اللي بيتعامل برحابة وعنده مشاعر جياشة كده تجاه الناس ان احنا طول الوقت نكرهه في الصفة دي من شخصيته. بس لازم نعرف حاجة، عشان نكون طيبين لازم يكون عندنا وتد، عندنا حاجة كده بتسندنا، عندنا صحاب، عندنا أهل، عندنا ناس حوالينا كتير بتبادلنا مشاعر إيجابية وحلوة، عشان نقدر لما ناخد المشاعر دي ندي للناس مشاعر بالمثل. لكن أغلب الناس اللي بتعاني مع طيبتها الناس اللي ما عندهاش حاجة بتقويها، ما عندهاش صحاب، ما عندهاش أهل، ما عندهاش معارف بيحبوهم. عشان كده دايما تلاقي الناس دي تكتب على الفيسبوك إن هم مظلومين ومتضايقين، وإن كل اللي عملوه مع الناس ما كانش فيه مقابل. ده لأن أنت كنت بتعمل التصرف ده وأنت مستني حاجة. لكن الطيب الحقيقي اللي قلبه ابيض كده وما بيشيلش جواه، هو اصلا بالنسبه له العطاء في متعه، بالنسبه له انه يحس انه بيقول للناس كلمه طيبه، ده في حد ذاته شيء جميل. فلو الكلام ده دلوقتي ينور لمبه كده لحد من الطيبين اللي دايما حاسين انه الكلام عليهم كتير، ده يبقى شيء كويس جدا. ولو في حد انت حاسس انه طول الوقت متضايق قوي انه انسان طيب، ومتضايق قوي ان الناس بتقول له يا عم ده انت طيب قوي، ممكن جدا تعمله منشن في الكومنتات وتقول له لا، ده انت كتر خيرك، شكرا جدا انك معانا في الدنيا.